السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نحكي لكم قصة كيفاش بدات البشرية تبعد من عبادة الله إلى عبادة الأصنام، وشكون اللي كان السبب في ذلك، وكيفاش حتى رسل سيدنا ربي نوح عليه السلام رسولا داعيا للتوحيد. اليوم نبدو قصتنا ونحكي لكم باللي هذه القصة صارت في الفترة ما بين شيث وإدريس عليه السلام، ونخبركم باللي شيث من بنى آدم أولا، وشيث وإدريس كلهم كانوا أنبياء مبشرين وليس مرسلين للتوحيد، لأنه كانوا يؤمنوا بالله عز وجل، برك كانوا يبشروا أقوامهم ويعني يردوهم إذا كانوا يفسدوا ويديروا بعض الأشياء اللي مش مليحة. القصة تاعنا كانت على رجل صالح يقولوا له ود، وكانوا عنده أبناء اللي هما سواع ويغوث ويعوق ونسر. وهذا الراجل كان يعرف بالصلاح تاعه هو وأبنائه، وبكثرة عبادتهم لله عز وجل وفعل الخير، ويديروا كل شيء يعني في سبيل طاعة الله عز وجل ونيل رضاه، وكانوا الناس كاع يبغيهم، وهذا نسبة إلى اسم ود، يعني ربي كان ملقي عليهم محبة الناس وودهم. ومن بعد كما تود خلفه أبناءه ومشوا على نفس المنوال في طاعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن بعد ماتوا أبناءه، وكي ماتوا أبناءه هنايا جا الشيطان الفتان والعياذ بالله على شكل رجل ليوسوس ويزيغ قلوب الناس الذين كانوا يؤمنون بالله الواحد الأحد، فيخبرهم بأنهم يجب صنع يعني أصنام منحوتات حجرية على كل يعني الأشكال اللي كانوا فيها ود وأبنائه، يعني يصنعهم هما كانوا يصلوا وهما كانوا يعني يديروا في الخير وهما كانوا ساجدين. قال لهم باش كي تشوفوا هذو الأصنام ولا هذو الأشكال يكاكوكم بعبادة الله، وهما عجبتهم الفكرة، وبقى هو يتفنن لهم ويصنع لهم ويمد لهم، كل واحد يمد له صنم، هذا صنم ود، هذا صنم نسر، هذا صنم يغوث وغيرها، ويدوها لديارها. وذيك المحبة اللي كانت محبة بشرية تحولت إلى محبة للأصنام، بحيث أصبحوا يقدسوهم يقبلوهم، يعني يعطوهم معزة كبيرة. ومن بعد ماتوا هذو الآباء الأولين ليخلفهم بعد ذلك جيل ثاني، جيل واحد آخر جا، وفي هذا الجيل جاهم الشيطان وقال لهم أنا كنت معاصر الآباء تاعكم، وكانوا دايرين هذو الأصنام صلة يعني تصلهم بالله عز وجل، يعني لق تعبدوا هذو الأصنام هما اللي عليهم الدرك، وهما اللي بسببهم ربي يرضى عليكم، يعني لا ما رضاوش عليكم هما ربي ما يرضاش عليكم. اللي يبقوا يتفنوا هذاك الجيل اللي جاء في صناعة الأصنام من فضة إلى ذهب، لتصل حتى للحيوانات على حساب معنى الأسماء من نسور إلى أسد، لتنتشر بعد ذلك عبادة الأوثان. ورسل في هذا الفترة رسل سيدنا ربي نوح عليه السلام باش يدعوهم للتوحيد. ومن جا نوح عليه السلام يدعوهم للتوحيد ما بغاوش يأمنوا، وقالوا له كيفاش حتى تجي تدعينا لعبادة الله الواحد، وحنايا لقينا آبائنا وأجدادنا قبل يعبدوا فهذو يعني الأوثان، كيفاش حنت بغيت تجي توخرنا على هذه العبادة. ولبث فيهم نوح كما تعلمون 1000 عام وهو يدعي فيهم وهو صابر معاهم، وما بغوش يأمنوا به، وما زاد الدعاء تاعهم والدعوة تاعه زادتهم إلا فرارا، ولو ينعتوه بالمجنون، ولو يتمسخروا عليه ويضحكوا عليه، وكي يجي يدعيهم ما يسمعوا أصلا، يديروا أصابعهم في أذانهم كما قال سيدنا ربي في القرآن الكريم. لي صاي يدعي عليهم نوح عليه السلام، وخبر ربي باللي هذا القوم طاغي، ويعني ملقاش معهم حل، ليعاقبهم بعد ذلك الله عز وجل بالطوفان كما تعلمون. بقات المياه تنزل من السماء تخرج من الأرض، يعني من كل بلاصة، طوفان كبير. يقولوا في هذاك الوقت أهلك كل البشرية اللي كانوا فما، سكان هذوك اللي كانوا فم عايشين، أهلكهم الله عز وجل، وطلب من نوح باش يبني السفينة، سفينة ضخمة اللي كانت تحوي شحال من طبقة، كل طبقة مخصصة للطيور للحيوانات المفترسة، طبقة للبشر، وأمر ربي باش ياخذ
المؤمنين اللي كانوا قلال بزاف اللي امنوا به، ويأخذ من الحيوانات كل حيوان زوجين باش يعمر الارض من جديد. ومن الناس اللي اهلكهم الله عز وجل في ذاك الطوفان كان ابن نوح، وايضا زوجة نوح عليه السلام. علاش يقولوا يعني أيضا نوح ثاني يعد الأب الثاني للبشرية، من أبنائه يعني بدأ النسل، بدأ التعمير يعني جديد واحد آخر للكرة الأرضية. وعلى هكا نجد في القرآن الكريم سيدي ربي يوصينا ويعاود يوصينا دائما على أن نأخذ حذرنا من ذاك العدو المبين اللي هو الشيطان، اللي حلف في أبناء آدم باش يزيغهم ويبعدهم عن طريق الحق ويحشيلهم ويفتنهم. والفتنة تاعه ما كملتش هنا فقط، حتى أنه فتنته وصلت أنه يجينا حتى في سكرات الموت. وهذه سوف أسردها عليكم في القصة القادمة إن شاء الله. إذا أعجبتكم تابعوني وادعموني. إلى اللقاء.